جلاش بالقشطه، طبق فاخر معمول بمزاج. يعني انا ممكن اقول فيها اشعار دلوقتي. واول حاجه اجيب الحله وهنزل بلتر لبن، ومعايا معلقتين دقيق كبار، ومعلقتين نشا كبار، واربع معالق كبار من السكر، وهقلب كل ده مع بعض. وهشغل عليها دلوقتي النار، وهفضل برضو اقلب لحد ما القوام بتاعها يتقل شويه. وكده قوامها تقل خلاص، انا طفيت عليها. اهم حاجه وانا واقف افضل اقلب فيها عشان النشا والدقيق ما يتحرقش في قعر الحله ويبوظ معانا الوصفه. لسه في خطوه كمان، بس هسيب الحله دي على جنب لحد ما تبرد شويه وهوريكم بقيه التفاصيل. ودلوقتي هعمل الشربات. فجبت الحله زي ما انتم شايفين، وهحط فيها كوبايتين سكر، وهحط كوبايتين ميه، وهحط نص معلقه من الكركم. حد يقول لي انت بتعمل حلويات دلوقتي ليه الكركم؟ اقول له الكركم هيدي اللون الاصفر للشربات، يعني كشكل جمالي. هقلب بقى كل ده مع بعض. هشغل دلوقتي عليها النار وهسيبها لحد ما تغلي. كده خلاص السكر والميه غليوا. هحط عليه عصير 2 ليمونه، وهحط معلقتين كبار فانيليا سايله. وزي ما انتم شايفين كده يبقى انا خلصت الشربات. وده الجلاش اللي انا هعمله، بيبقى جاي بالشكل دوت. مش هفكه، وهوريكم ازاي نقطعه. هجيب السكينه، وزي ما انتم شايفين كده انا قطعته على 4 قطع. هشتغل في قطعه قطعه، ودي اول قطعه. تعالى اوريكم ازاي نقطعها بالظبط. همسك الطرف دوت واحطه واعمل شكل مثلث كده، واجيب السكينه واقطع. همسك الطرف بتاعها، اروح اعمل شكل مثلث، واروح قاطع بالسكينه. في الوقت ده المايك فصل، بس انا دهنت الصينيه سمنه وحطيت الجلاش في الصينيه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وده كان شكل الجلاش بعد ما حطيته في الصينيه. وجبت سمنه وسيحتها وحطيتها على كل الجلاش، يعني كل جلاش حطيت عليه سمنه زي ما انتم شايفين. وبعد ما خلصت كده انا احط الصينيه في الفرن. ودي القشطه الكدابه خلاص بعد ما بردت. وعشان احنا مش كدابين ولا قشطتنا كدابه، انزل عليها ب 200 جرام من القشطه بتاعت وش اللبن، وهقلب الاتنين مع بعض. وكده بعد ما قلبت القشطه الكدابه على القشطه الحقيقيه، وكده بقى القوام بتاعها زي ما انتم شايفين، احطها في التلاجة لحد ما الجلاش يستوي. وزي ما انتم شايفين كده الجلاش بتاعي خلاص استوى. وده الشربات اللي انا عملته، انزل بيه دلوقتي على الجلاش وهو سخن. وزي ما انتم شايفين بعد ما حطيت العسل، هسيبه تقريبا 5 دقايق لحد ما الجلاش يشرب من الشربات. ودي القشطه انا حطيتها في كيس حلواني. وهبتدي بقى ايه، اجيب الجلاش بتاعي، وهيبقى سهل جدا ان انا افتحه زي ما انتم شايفين كده، وهحشي بيه ايه القشطه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده بيبقى شكلها. وكده انا حشيت كل الجلاش من القشطه بتاعتنا. لسه في حاجه بسيطه لسه عاملها. وفي الطبق دوت فيه عين جمل وقرفه وشويه سكر. وعين الجمل دوت للحلويات، يعني ده ما كانش محمص، انا جبته حمصته وبعد كده دقيته لحد ما بقى زي ما انتم شايفين كده. فهجيب بقى الجلاش بتاعي واحطه في عين الجمل يبقى بالشكل ده. وكده خلاص الطبق بتاعنا جاهز. وزي ما انتم شايفين بصوا شكله عامل ازاي يا جماعه. بسم الله. ايه الجمال ده يا جماعه، طعمها جميل جدا والسكر بتاعها خفيف. يعني انا ممكن اقول فيها اشعار دلوقتي، انا مش ببالغ، بس فعلا طعمها خيالي. وكده يبقى الفيديو خلص. هكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.